سجن الكاتراز ده عبارة عن سجن عليه حراسة مشددة، وفوق كده كمان معمول على جزيرة، والجزيرة دي طبيعي حواليها بحر، فحتى لو حد عرف يطلع من مبنى السجن مستحيل يروح اي حتة، لانه هيحتاج مركب وهيحتاج خريطة. ده غير انه هيحتاج انه يكون بيعرف يقرا الخريطة اصلا، لان لو معرفش يقراها مش هيعرف يروح اي حتة. فالموضوع كبير ومش سهل. النهارده بقى جايب لك قصة 3 اشخاص فعلا نجحوا ان هم يهربوا من السجن ده ويختفوا خالص، ولحد دلوقتي محدش مسكهم. وكمان السجن ده معروف انه اكتر سجن في العالم مستحيل اي حد يعرف يطلع من باب الزنزانة، حتى من كتر ما هو متأمن كويس جدا. كل خطوة الانسان بيمشيها جوه بتبقى متراقب. طب ايه اللي حصل بقى والتلاتة دول هربوا ازاي؟ تعال احكي لك. في يونيو 1962 حصلت عملية هروب من سجن الكاتراز الفيدرالي، واي حاجة فيدرالية معروف ان تأمينها وحراستها ما بتكونش سهلة ومستحيل تهرب منها. وفوق كده كمان زي ما قلت لك ده سجن في جزيرة وسط البحر، فلو صادف ان انت خلعت من الحراسة مش هتخلع من البحر. ومكان السجن ده بالتحديد في خليج سان فرانسيسكو. والتلاتة اللي هربوا من السجن ده واحد اسمه فرانك موريس، والاتنين التانيين اتنين كانوا اخوات، واحد اسمه جون والتاني اسمه كلارنس. والتلاتة فعلا نجحوا ان هم يخرجوا من زنزانتهم بدون ما اي حد ياخد باله منهم، وهربوا كمان على مركب خشب صغير لقوه حوالين الجزيرة. بس مستحيل المركب ده يوصلك لمكان بعيد، والطبيعي ان انت تغرق بيه لانه مش بتاع مسافات طويلة، ده هو يا دوب بس ممكن يلففك حوالين الجزيرة، فان انت تهرب بيه ده شيء مستحيل. ففي يوم 12 يونيو 1962 الصبح الحراس زي كل يوم بيبصوا على الزنزانات وبيتاكدوا ان كل واحد مكانه. ولما بصوا على الثلاثه اللي قلنا عليهم كان كل حاجه طبيعيه، والثلاثه كانوا نايمين في سريرهم عادي جدا. بس الغريب بقى ان لما جه وقت الصحيان كل الناس صحت الا الثلاثه دول. فالحراس دخلوا يبصوا عليهم اكتشفوا ان اللي نايم في السرير مش الثلاثه اللي هم هربوا، كانوا 3 مجسمات عبارة عن رقبة بس بالدماغ منحوتة من صابون وورق مناديل. طب لحد هنا كويس وعرفنا ان هم هربوا. تفتكر بقى ايه اللي حصل معاهم وراحوا فين وازاي؟ المكان زي ما قلت لك مستحيل يروحوا منه لاي حته، ولحد دلوقتي محدش مسك التلاتة دول تاني، ومحدش يعرف هم فين اصلا من وقتها. وفي نظريات انتشرت كتير ان التلاتة دول مستحيل يكونوا هربوا، لان خليج سان فرانسيسكو ده اصلا متجمد، وهم كل اللي معاهم هدوم السجن، فمستحيل يستحملوا السقعه لان درجه الحراره تحت الصفر، ومقارنه بالهدوم بتاعت السجن فهم تقريبا مش لابسين. والاتنين الاخوات في القصه دي مامتهم كانت كل اسبوع بيجي لها ورد من ناس مش معروف هم مين ولا معروف مصدر الورد، والموضوع ده ما بقاش يحصل غير لما الاتنين هربوا. وفضل الورد ده يبعد سنين لحد ما مامتهم ماتت. وفي العزا بتاعها حضر 2 ستات طوال جدا ومحدش كان عارف هم مين دول بالظبط، فالناس شكت بعد كده ان ممكن كانوا هم بس متنكرين. وفضلت الحكومه تدور عليهم سنين بس بدون فايده، لحد ما حصلت حاجه عرفتهم هم فين بالظبط. بس الكلام ده بعديها ب 51 سنه بحالهم. في 2013 وصلت رساله للشرطه وشرطه سان فرانسيسكو. واحد من الاخوات اللي هو اسمه جون هو اللي كان باعت الرساله دي، وقال فيها ان هو واحد من الثلاثه اللي هربوا سنه 1962 من سجن الكاتراف، وهم الثلاثه دول مفيش حد غيرهم تاني هرب اصلا. وقال فعلا احنا نجحنا ان احنا نهرب من السجن وفضلنا عايشين وعيشنا حياتنا عادي جدا وما اتقبضش علينا تاني. بس وقت كتابه الرساله دي كان هو الوحيد اللي عايش، والاتنين التانيين كان خلاص ماتوا. بس لا، مش زي ما جه في دماغك ان ممكن يكونوا هما بيسرقوا او حصل معاهم حاجه هي اللي خلتهم يموتوا. الاتنين ماتوا موتة ربنا عادي جدا، وماتوا في سن كبير كمان. وجون اللي بعت الرساله دي وهو بيكتب الرساله كان عمره 83 سنه، قال في الرساله انه خلاص عجز، وفوق كده كمان عنده السرطان، وكمان مش قادر يهتم لا بنفسه ولا بصحته، وحاسس ان دي نهايته خلاص. فعشان ما يفضلش الموضوع لغز ويعرفوا ايه اللي حصل فقرر يبعت للشرطه الرساله دي، وقال لهم كمان ان اخوه مات في 2008 وصاحبهم التالت مات في 2011، يعني قبل الرساله بسنتين بس. وعقبال ما الشرطه تتبعت الرساله دي وعرفت مصدرها جاي منين وعرفوا مكانه فعلا وراحوا له، كان هو كمان مستحملش المرض والسن ومات. وبما انهم هربانين فمش مخليين اي حد طول السنين دي يعرف عنهم اي حاجه، حتى مامتهم نفسها ما شافتهمش. فقرر انه يعرف الشرطه علشان يتعرف ان هو مات وهو قاعد في البيت ويتدفن عادي جدا زيه زي ما عمل مع الاتنين التانيين، لانه لوحده ومفيش حد يهتم بيه ولا حد يعرف عنه اي حاجه، ولا حتى في حد يهتم بجثته بعد ما يموت، ولا حد يسال هو فين اصلا. فمنها ضمن انه مش هيعفن في البيت، وفي نفس الوقت قفل لهم القضيه. هو بعد 51 سنه بس كتر خيره. ايه رايك بقى في كل اللي حصل ده؟ قول لي في الكومنتات. وعارف الفيديو قصير بس انا بجهز لفيديو طويل وكبير هيطهقك من كتر ما هو طويل، وطبعا عشان يتعمل هياخد مني وقت
شويه، فبدل ما نزلش حاجه خالص وتحسبني نسيتك، ما اقدرش طبعا انسى متابعيني، فقلت اسليك بالفيديو ده، لان غرضي الاول والاخير من القناه دي انك تتسلى وانت بتسمع القصص اللي بجيبها لك، وانا كده كده بتسلى وانا بعمل الفيديوهات دي، وبحب اعمل الفيديوهات دي اصلا جدا، وده برضو المحتوى اللي انا بتفرج عليه في العموم، فببقى عارف المتعه اللي انت حاسسها وانت بتتفرج على الفيديو، فاكيد عايزك تبقى قاعد منشكح، فعشان كده عملت الفيديو ده. هو قصير شويه بس اوعدك في حاجات كتير طويله جايه وهطهقك من كتر ما هبقى قدامك. وبس كده الفيديو بقى خلص، ما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات. وبس يا زميلي، سلام. حصلت عملية هروب من سجن حصلت عملية هروب من سجن الكاتراز الفيدرالي. حصلت عملية هروب من سجن الكاتراز بعدين بقى. حصلت عملية هروب من سجن الكاتراز يا ابني قول بقى، عدل بقى.